اللي كيخلي المرأة تكره الزوج ديالها. وهذا السبب هذا جمعت فيه 3 ديال الاسباب، هما 10 ولكن ذكرت غير 7 باش نمشيو نتكلموا على الاسباب اللي كتخلي الراجل يكره الزوجه ديالو. السبب السابع فيه 3: اولا الكذب، ثانيا البخل، ثالثا الخيانه. فايضا المراه كتكره الرجل يكون كثير الكذب. الا كان الرجل مره كيكذب شي كذيبات هكذا عليها غير باش يرضيها لا باس، لكن كاين بعض الاشخاص اللي الصفه ديالهم هي الكذب، ما كتعرف المراه عليه حتى شي حاجه، ديما كيكذب عليها. الا كذب عليها بعض المره في شي امور اللي في المصلحه ديالو وديالها والوليدات ولا لا باس، لكن هذا الشان ديالو الكذوب، حياته عايشين غير على الكذوب. شحال من وحده كتكره الزوج ديالها حيت كذاب بزاف، كيكذب في كلش. وعرفنا هاد الاشخاص حنايا فيهم الكذوب بزاف، ما كيعرفوش يعيشوا بلا كذوب. كذلك الزوج اللي بخيل، فيه البخل، كيخلي ولادو بالجوع، دارو مكرفصه. مهم واخا عنده مازال نقولوا الا ما عندوش راه الله يحسن العون، ولكن هذا عنده ولكن بخيل، هذا ايضا كتكرهه الزوجه ديالو. كذلك الزوج الخائن، كثير الخيانه، كثير يعني انه يفسد عليها، يدير بزاف ديال الامور وهي كتعرف وكاع ما مسوق لها، تعرف ولا كاع ما تعرفش. هنا المراه كتعيا تصبر في الاخر كتكرهو بزز منها. ومني كتكره المراه الراجل راه ما كتبقاش العشره صافي، اما كيبقاو ينافقوا بعضياتهم وكيعيشوا غير من اجل الاولاد ولا شي حاجه. مجرد الاولاد كيكبروا ولا كيتفرقوا ولا كل واحد كيجي يعطيها الجهه، مجرد كتمرض هي ولا كيمرض هو كيسمحوا في بعضياتهم. هذا دليل على انهم ما كانوش كيبغيو بعضياتهم، كانوا عايشين غير من اجل المصلحه وصافي، والنفاق كينافقوا بعضياتهم. وهذا الشيء راه كثير اليوم، هذا هو اللي خلانا نشوفوا ولاد الشارع والدراري المفسودين والدراري اللي مريضين امراض نفسيه وامراض عقليه واشياء كثير بسبب هاد الوالدين هادو اللي كينافقوا بعضياتهم، عايشينها من اجل النفاق، من خلاف الوالدين ديالنا ولا الاجداد ديالنا ما كان عندهم هاد التخربيق، كانوا كيعيشوا واخا يضربها واخا يتسبوا واخا كذا، ولكن ماشي ما كينافقوش بعضياتهم، هما دايرين هكذاك مساكن، هذيك هي الحياه ديالهم كذا. اليوم لا، اليوم بنادم ولا كيفهم ولا كيحلل ولا بزاف ديال الامور. فبالتالي المراه كتكره الزوج ديالها اللي كيدير هاد الامور هذه، شديد البخل، كذلك كثير الخيانه، كذلك كثير الكذب. فهذا تكرهه الزوجه وكتحرر المعيشه بيناتهم، حتى الى عاشوا كيكونوا هكذاك مدردبين وصافي، عايشين من اجل الاولاد ولا طرف الخبز ولا السكن ولا باش ما يقولوش الناس ولا كذا. وهذا الشيء هو اللي خرج لنا الفساد والخيانات والمصائب الكحله اللي كاين في المجتمع بحال هذا الزواج هذا. نسال الله السلامه والعافيه. الفيديوهات اللي جايه غنتكلموا على كيفاش الراجل كيكره المراه ديالو، علاش الراجل كيكره المراه ديالو. وهاد الناس اللي كنتكلموا عليهم حنا راه غير باش الانسان يدرك لا غيدرك نفسه، يصلح لا غيصلح شي حاجه. الشباب اللي عاد غيتزوجوا يعرفوا كيفاش يتعاملوا وكذا. اما كاين اللي صافي سالاو يأسوا كاع من الزواج، من كل شيء طلع لهم في راسهم. حنا المهم كلمات الحق والعلم خصها تقال بحكم التجربه، بحكم كثره الناس اللي كتوقع لهم هذا الشيء. وهذا الشيء اللي كنذكروه يعني ماشي كنذكروه من فراغ، هذا الشيء شفنا ناس كثيرين وزيدون ماشي كل الناس فيهم هاد الصفات اللي ذكرناها في هذا النساء، راه كاين الاستثناء، دائما كاين الاستثناء. يعني حنا تكلمنا على الاغلبيه ديال الناس كيوقع لهم هذا الشيء. يعني هاد السبعه ديال الاسباب اللي ذكرتهم كاملين ضروري غيكون كاين الاستثناء. فلذلك الانسان ما يتصنت بوعي. الا ما كانش كيشملك انت ولا انت هاد الامور هذه، راك انت من الاستثناءات، انت يعني مستثنى، يعني خارجه من هذا الحكم هذا وصافي. والله يوفقنا والله يهدي الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله.